وزي ما اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن المدرب رود كرول وتوليه مهمة تدريب منتخب مصر قبل بطولة أفريقيا 96 والخطة اللي مشى عليها في اعتماده على المنتخب الأولمبي واعتماده على لعيبة كتير منهم مهمين زي حازم إمام ونادر السيد وعبد الستار صبري، ده غير طبعا الجيل القديم زي هاني رمزي وإسماعيل يوسف وكابتن أحمد الكاس. وكانت مجموعة مصر وقتها أنجولا والكاميرون وجنوب أفريقيا. اللي حصل بقى واللي صدم الكل إن منتخب مصر قدم شخصيته بشكل كبير جدا، وعمل منتخب مصر ساعتها شكل يمكن أحلى كمان من البطولة اللي خدها سنة 98. الطريقة اللي لعب بيها كرول وخطته هي اللي كانت سبب في إظهار شخصية منتخب مصر، وهي طريقة 4-4-2 و3-5-2. طبعا مش واضحة لك الصورة، طب تعال أقول لك إزاي. رباعي دفاع منتخب مصر كان هاني رمزي وسمير كمونة، وعلى شمالهم فوزي جمال، وده كان المفروض باك شمال لكنه كان مساك تالت، وعلى يمينهم بقى كابتن ياسر رضوان. اما بقى كابتن اسماعيل يوسف وهادي خشبه دول كانوا ثنائي الارتكاز، وكان معاهم كابتن حازم امام قدام، وعلى الشمال كابتن عبد الستار صبري اللي هو اصلا المفروض بيلعب باك شمال. في اول مباراه مع انجولا جبنا هدفين في الشوط الاول شبه بعض بالملي، وكان بيجيبها كابتن احمد الكاس بعد ما ياسر رضوان بيلعبها من ناحيه اليمين. اما بقى في مباراه الكاميرون ضيعنا بقى حوالي 15 فرصه، وكنا بنعمل كل حاجه في الكوره حرفيا، وكابتن احمد الكاس طالع للسما وعلى طول باصص لفوق. وطبعا الحكم ما يسكتش ويرغي هدفين لمنتخب مصر بداعي التسلل، مع ان اللاعب كان مغطي بكيلو في الكورتين، واحده لكابتن احمد الكاس وواحده لكابتن محمد صلاح مدرب ونجم نادي الزمالك. وبسبب لاعب منتخب مصر فوزي كمال بنلبس ضربه جزاء وبتتقدم بيها الكاميرون، وبعدها على طول قدر كابتن علي ماهر يجيب هدف التعادل. وبعدها على طول في هجمه لمنتخب الكاميرون كابتن ياسر رضوان بيرفع ايده ويقف وتكمل الهجمه، ويقدر منتخب الكاميرون يجيب جون وبنخسر الماتش. نيجي بقى الماتش جنوب افريقيا واللي كسبناهم فيه 1-0 بهدف لكابتن احمد الكاس، وده بالرغم من ان منتخب مصر ما كانش في احسن حالاته يعني، بس حصلت معجزه وقدرنا نكسب وصعدنا لدور الثمانيه. ولعبنا زامبيا وظهر كل اللي خايفين منه خلال المباراه، وبعد ما تقدمنا بهدف في الشوط الاول عن طريق اللاعب سمير كمونه، يقوم بعدها كابتن احمد الكاس يضيع هدف مؤكد من عرضيه من ياسر رضوان، ونخسر في اخر الماتش 3-1 بسبب عرضيتين وكوره مرتده. البطوله دي المنتخب اتميز بمستواه واظهر شخصيته، وكمان ضم افراد مميزين خلى اتحاد الكوره يجدد الثقه تاني في مستر كرول، واللي كمل مع المنتخب استعدادا لتصفيات بطوله كاس العالم فرنسا 98.